السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا طونة معاكم من قناة طونة في المطبخ. ووصفتنا النهاردة كفتة. هنعمل كفتة وهنعمل لحمة مشوية وهنعمل إن شاء الله صينية بوريك في بطاطس في الفرن، ويا رب تبقى تعجبكم وتطلع خفيفة. وأول ما نبتدي نصلي على رسول الله. أنا هنا حطيت معلقتين صويا صوص، وحطيت معلقه كاتشب ومعلقه صلصه وملح وفلفل اسود، وحطوا بقى التوابل اللي انتوا عايزينها، وحطيت عليها ميه البصل. وهنا اخدت بس البصل والميه بتاعته لما عصرتها حطيتها هنا اهوت، وهنبدا نعمل الكفته ان شاء الله. هنا حطيت ملح وفلفل اسود وشويه من بيكنج باودر، حاجات بسيطه بحيث ان هي تطلع الكفته منفوشه كده مش مكتومه، وهنحطها في الفرن. ولما تعملوها وتجربوها عمركم ما هتشتروها من بره، انتظروني. وادي الكفته بعد ما عجناها، وادي البطاطس اهي حطيناها على النار بتتسلق. الكفته تقعدوا تعجنوا فيها لحد ما تمسك معاكم كده كده. هنصبحها ونيجي مع بعض. طبعا الكفته زي ما انتم شايفين كده، بس انا ما عرفتش اصور عشان بصور بيت واحده بس. هي الفكره ان انا عندي قلم كده بعمل فيه، انتوا واصلكوا يعني الفكره عامله ازاي، عشان اللي ما عندوش سيخ ولا عنده حاجه بايد معلقه بايد اي حاجه تعملي كده وتطلعي الكفتايه عادي. بس انا مش هصور بيد واحده الفكره يعني. من اهي نصبعوها كده ونطلعها هيبقى عاملها كده. هي دي كده. لما خلصنا الكفته هندخلها على الفرن يكون سخن نغليها، وكل ما تنزل ميتها ممكن تاخدي من الميه بتاعتها تدهنيها من فوق عشان متنشفش منك. اهو جبنا البطاطس عملناها بالهراسه وحطينا عليها ملح وفلفل اسود والزبده وهرسناها جامد. هنحط عليهم معلقتين بس لبن، وعليهم رشه بيكنج باودر عشان بس ايه تنفشها، وهقلبهم جامد. ومش هحط البيض دلوقتي لما تبرد عشان البيض ما يستويش فيها. وبعد ما حطينا البيض دي بالنسبه لي 3 بيضات، دي 3 بيضه انا حطيت 3. انت عايزه تحطي اكتر حطي، عايزه تحطي اقل حطي. كل بيضه تحطيها تعجنيها الاول كده، تحطي اللي وراها تعجنيها. دي كده 3 بيضه وهنحطها في الصينيه. وكده خلصناها. والبيضه الرابعه حطيت عليهم ملح وفلفل اسود وحطيتها فوق الوش كده زي ما انتم شايفين كده. بقى هندخلها الفرن لما تطلع نوريها لحضراتكم. وقلينا البتنجان اهوت وعملنا الخلطه بتاعته، وهو توم وفلفل احمر وكمون وملح وشويه شطه صغيرين، ونحط شويه خل وليمونه، وهنبتدي نحشي. في ناس بتحط له طماطم، انا ما بحبش الطماطم لان هو ممكن لو قعد في التلاجة الطماطم فيما بعد بتعمل زي ريحة كده زي حاجة او بتحمض زي ما بيقولوا. فهو الاحسن ده كده، ده يقعد معاكي تحطيه كده في التلاجة وتسحبي منه كل ما تيجي تاكلي هيبقى جميل جدا. ويعني اعملي على كميات كده وحطيها في البرطمان او حطيها في علبة وحطيها في التلاجة وتسحبي منها بالمعلقة، هيبقى جميل جدا. انا قليته، في ناس بتسلقه وانا ساعات بسلقه، بس هي جت معايا النهارده ان انا اقليه. يا رب يكون يعجبكم. وكده كملت المحشي وعملت له شويه دقه صغيرين كده. بصوا يا سلام، دي تتغمس كده تبقى تحفه تحفه تحفه. وادي الصينيه بعد ما طلعت من الفرن. وهوت هنبتدي نشغل الجريلا كده سخنه، اول ما نحطها يعني رشه زيت بسيطه، واول ما تسخن نسمع الصوت ده كده. بصوا الجمال، حاجه كده مظبوط طريه بطريقه فظيعه وريحتها جميله جدا. الجيران هتيجي تقول لكم يا ريت نتغدى من جمالها، ومش هتشوها بره ولا هتجيبوا اكل تاني من بره. انتوا كده ضامنين نظافتها
وطمنين الطعم بتاعها. بصوا خطيرة والله خطيرة، هتدعولي. وادي الكفتة بتاعتنا في الفرن اهي، لسه هتنشف تاني واحطها تحت الشواية. ايه رأيكم في الجمال؟ لسه بعيدة اهو الباقي اهوت على النار اهو. ادي الصينية بتاعتنا بتاعت البطاطس اهي. ايه رأيكم؟ وقطعنا البطاطس اهو، شوفوا حدة الجاتو. واجي اكلنا النهارده اهو. بصوا الكفتة. لو عجبكم الفيديو لايك ومنشن وشير وتسلميدي.